هادشي اللي واقع في سوريا راه روينه واش من روينه. ترى داك الجولاني راه عنده واحد الدماغ راه خطير. الناس قال لك حكا حتى كيفاش سوريا طاحت في 3 ايام ولا 4 ايام. تجي نقول لك كيفاش طاحت. حتى شي جولاني هادي راه 4 سنين هو كيخطط لعباد الله كيدير ليهم، وجاتو الفرصه دابا في هاد الحال هذا قال لك حكا دابا خاصني نوض ولا غيضربني ترين. شي هو كنضرب شحال هادي راه ما تصدقش ليه. هو صدقات ليه في هادي حيت قراها مزيان. دابا هاد الجولاني منين كان كيجيب السلاح وشكون اللي كان كيدعمه؟ الجولاني هو الرئيس ديال الحركه ديال التحرير، هو كان في القاعده ولكن شق عليهم ما بقاش بغاهم. قال لهم انا هاد اللعب ديالكم مابقاش عاجبني، غنمشي انا نعاون خوتي السوريين. علاش مال السوريين لالا ملي كان داكشي ديال الربيع العربي والدول كاملين خرجوا سلميين كيطالبوا بالرؤساء ديالهم يمشيو فحالهم. عقلتوا كيف ما وقع في مصر وفي تونس وفي ليبيا كانوا السوريين تما خارجين سلميين. قالوا البشار تباك حكمنا 40 عام، انت واش يسحب لك راسك مالك ولا باك مالك صافي سير الله يعاونك خلي واحد اخر يشد البلاصه. قال لهم انا اللي ما نمشيش. بقاو الناس كيخرجوا سلميين ما عليهم ما بهم، تلقاو القمع ولقاو الصداع ولقاو المشاكل والقتيل. واللي غتزيد تفرقع عليهم الرمانه هما دوك الدراري الصغار. في ديك القضيه ديال السلميين خرجوا كتبوا في الحيط تاع المدرسه جاك الدور يا دكتور، حيت هو قال لك كيعيطوا ليه الدكتور. ما عرفت منين جا الدكتور. هو منين شاف هادشي ما عجبوش الحال، هو يقول العسكر ديالو انتشروا ما كاين دابا على الحروبات. ايوا بداو يقتلوا في عباد الله. جابوا دوك الدراري مساكن باقيين صغيورين ما حقش عليهم حتى الصيام، دخلوهم الحبس، شدوا دريكتهم تما دخلوهم الحبس. ويتفرقع الرمانه في سوريا. الناس ما عجبهمش الحال كيفاش الدراري صغار يموتوا في الحبس. وهي تبدا الفصائل داكشي تاع المقاومه، كل مدينه فيها دراري غير شويه 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 تجا الجولاني كما قلت لكم كان مع القاعده وما بقاش معاهم ويمشيو ويصفوا في الحدود. وحد الصفوف جمع ولاد بلادو كاملين وقال لهم شوفوا ما كاينلاش نبقاو مفرقين كل فصيله فصيله، نتجمعوا كاملين ونديروا واحد القوه ونوحدوا الصفوف وحنا عندنا غرض واحد بشار يمشي في حاله. كبرات القضيه وبداو غاديين وكيكبروا بشويه ولكن ملي غيجيبوا السلاح كيف ما قلت لكم بشار ملي شاف عليه الدعوه كبرات ناض عيط لايران. الو السلام عليكم. السلام اجي خويا الله يعطيك السر عاوني راه عندي واحد المشكل، راه عندي واحد الدراري قباح راه بدات كتكبر عندهم القضيه وانا راه بداو كيخلعوني وسيختو راه عندي حتى الجيش دابا راه ولا كيتشق ولا كيمشي مع المعارضه. قالت لي هي اللي ما تعاودش معايا عزيز عليها يا اختي الفتنه. هذيك ايران كتموت على شي بلاصه فيها الصداع والمشاكل. قالت لي هي الاولى ما تعاودش. ايوا جات ايران وجاو المشاكلها او بدات القتيله في الشعب السوري. ولكن المعارضه ما سكتاتش، بدات كتقاتل معاهم. منين كتجيب سلاح من طريق لبنان اللي كتهبط لسوريا اللي هي ديال حزب الله، كاينه واحد الطريق من تما كيدخلوا السلاح. كان كيدير لهم الوقفه ديال قطاع الطرق، كيشبع فيهم التصرفير كيحيد لهم السلاح وكيخبي. كبرات القضيه. ناض الخانز ديال الدكتور عيط قال لك الروسيا قال اختي الله يعطيك السر الله يرحم باك نعطيك اللي بغيتي اجي عاونينا الله يرحم باك راه القضيه كبرت عليا واللي بغيتي نعطيه ليك انا خليني جالسه في الكرسي. قالت ليه روسيا هي اللي ما تعاودش. دخلات روسيا. امريكان سمعت هذا الشيء تسكت لا. حتى كيفاش روسيا وايران جالسين ليا في سوريا وتا والله لا كانت ليكم. ناضت كتقلب شكون دعم المقاومه. قالت لها حنايا ما كيدعمنا حد، حنا مدعمين راسنا براسنا. بدات كتقلب وهي تلقى واحد القنت فيه الاكراد حتى هما ما عاجبهمش الحال. ناضت قالت لهم غنسلحكم ونعاونكم ونعطيكم ولكن لا طاك لمن البشار والازلام ديالو. هيا ولات دابا المعارضه ولاو الاكراد مقاتلين ضد شكون؟ روسيا وايران. تركيا سمعت هذا الشيء حق امريكان راها في الحدود. انت كيفاش اختي داخله ليا هنايا وانت عارفه بيا الاكراد انا بعدا عندي معاهم مشكل من شحال هادي كيطلبوا الاستقلال وقال لك حكا باغيين نفاصلوا عليا. والله لا كانت لك انا غنجي ندخل تما وندير عليكم الحرب. ايوا ها سوريا ولات فيها شكون؟ روسيا امريكان ايران وزيد عليها تركيا. ايوا والجولاني كيتقاتل هو ولاد الشعب كيتقاتلوا من هوك ويتقاتلوا من هوك ويتقاتلوا من هوك ما عرفوا مع من كيتقاتلوا. واش كيضربوا في بشار ولا يضربوا في الرواسه ولا يضربوا في الايرانيين؟ كثر عليهم الدق. هو يجمع الفصائل وجلس بدا يخمم. قال لهم شوفوا الطريق ديما تقطع، داك السلاح اللي كيدخل من هوك يتحبس وديروا ليه الذخيره ونتسناو الوقت المناسب. والوقت المناسب جا فين؟ روسيا من يوقع لها المشكل مع اوكرانيا ولا خاصها الجنود ولا خاصها السلاح. ما تبقاش عاد تصيفط تبدر. خاصها حتى هي راه خاصها السلاح حيت مضاربه مع حلف الناتو راه مضاربه مع اوروبا كامله وامريكان. ها وحدين مشاو اسرائيل وايران حزب الله اللي مقاتلين في لبنان
حتى هي ايران قالت لهم احكا سمحوا لي الله يعطيكم الستر، راه انا خويا البشار راه عندي واحد المشكل، وحكا حتى هي داك الجولاني ما قدرتيش ليه خويا، راه كاع السلاح خداه لينا، راه خويا نمشيو نفريو المشكل ديالنا تاع لبنان ونرجعوا لك. وهنا فين الجولاني لقى فين يضرب، قال لك مادام ما كاينينش هادو وما كاينينش هادو، وحكا دابا وقصدوا ليا دابا المسكي، قال لهم يلا بسم الله. شاف بان النظام راه خاوي وهش من الداخل، اللي كان مقويه هي روسيا وايران. هو يدخل المدينه الاولى ما لقاش المقاومه، المدينه الثانيه ما لقاش المقاومه، المدينه الثالثه ما كاينه لا مقاومه لا والو، حيت الاغلبيه تاع الجيش بعد ديال بشار ولا مع المعارضه، وحيت اصلا في النظام ديالو كاين بزاف ديال المعارضه. وهكا باش خداو السوريين خداو بلادهم كامله. ودابا راه اسرائيل اللي ضراني انا في راسي، كيفاش فرحانه وما فرحاناش. اول حاجه فرحانه حيت الطريق اللي كانت كتدخل السلاح يا اما كيمشي لسوريا ولا كيطلع من سوريا، حيت ايران راه عندها واحد القاعده تما في سوريا كتطلع السلاح للبنان ولا كتهبطوا من لبنان تهبطوا لسوريا، ديك الطريق تقطعات. اسرائيل غطير بالفرحه، ولكن ما فرحاناش حيت عارفه الجولاني الا مشى تشد الحكم، واخا هو كيقول انا ما باغيش الحكم، انا باغي داكشي اللي بغيتو راني صافي خديتو. بشار راه هرب كي الكلب، زعما لا كان الحكم تاع الجولاني اسرائيل راه فهمتي. والمهم هادشي عاودوا لي من الطاكسي وجيت نعاودوا لكم.